وصفتنا النهاردة مختلفة ومن نوع مختلف. انا كنت طلبت منكم اكتر من مرة ان انتي لو عندك اي وصفة مستخدماها ومجرباها بقالك فترة، عندك مشكلة معينة وربنا كرمك كده وعرفتي تعملي وصفة حلوة وكانت فعالة معاكي، ابعتيلي او اكتبيلي في الكومنتات او ابعتيلي على الخاص بالوصفة. هنزلها لك، هنزلها وهقولها باسمك. صديقة للصفحة حبت ان هي تشارك معاكم ومعايا الوصفة اللي هي بتستخدمها بقالها، بتقولي بقالها شهر، بتستخدمها للكلف والتصبغات والنمش اللي بيكون في البشرة في المنطقة دي. وفي ناس طبعا الكلف بيبقى مالي البشرة كلها، نتائج حاجات كتيرة جدا، حمل، ولادة، شمس، عدم عناية. الكلف والتصبغات والنمش ليهم اسباب كتير جدا، وطبعا حلولهم ما بتبقاش سهلة. يعني ما بنجيش نستخدم حاجة من اول مرة بنحس وشنا فرق او البشرة فرقت. فحبت ان هي لما لقيت نتيجة حلوة في الماسك الجميل ده قالت لي نزليها وشاركيها. طبعا هي مش عايزه تقول اسمها، بس انا حابه ان انا اشارك الوصفه بس من غير ذكر اي اسماء. وهي هتكون سعيده جدا جدا بان احنا نازلين بوصفتها. بتقول لكم ان انت تجيبي حبه البركه تطحنيها، وتجيبي الحنه بتاعت الشعر. وما تستغربيش خالص انك تحطي حنه الشعر. انا نزلت اكتر من مره وصفات بالحنه اللي هي بنحطها على شعرنا. ما تقلقيش ابدا ابدا انك تحطيها على الجلد، بالعكس يا بنات جميله جدا جدا لما بتدخل في وصفات للبشره حقيقي يعني. ده عن تجربه. وجيبي العسل الابيض العادي، بس اهم حاجه يكون نوع كويس، كميات متساويه من الحاجات دي، وهتخلطيهم مع بعض وهتستخدميهم على بشرتك، تكون بشره اهم حاجه نظيفه.